السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة سمير فوت في حلقة جديدة مباشرة كنخصوها اليوم للحديث على المنتخب الوطني المغربي واللائحة الأولية اللي أعلن عليها المدرب محمد وهبي استعدادا للاستحقاقات القادمة وكاس العالم اللي الجميع كيتسناه بشغف كبير. هاد اللائحة خلات نقاش كبير بين الجماهير المغربية، كاين اللي شاف بأنها خطوة جريئة ومزيانة من المدرب، وكاين اللي استغرب غياب بعض الأسماء الثقيلة اللي تعودنا نشوفوها مع المنتخب بحال بونو وناحي والخنوس ودياز وغيرهم. ولكن إلا دخلنا في التفاصيل غنلقاو بأن السبب الرئيسي هو التزامات اللاعبين مع أنديتهم الأوروبية والخليجية، بحيث بزاف من البطولات مازال ما سالتش، وبعض اللاعبين عندهم مباريات حاسمة ونهائيات الكؤوس، وبالتالي ما كانش ممكن قانونيا وتقنيا أنهم يلتحقوا بالمعسكر من بدايته. الشيء اللي عجب بزاف ديال المتابعين هو أن محمد وهبي ما اختارش الطريق السهل، كان يقدر ببساطة يصبر حتى يكملوا النجوم الالتزامات ديالهم ويرجع يعول على نفس المجموعة اللي شفناها في آخر توقف دولي، ولكن بالعكس فضل يفتح الباب أمام مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد باش يعطيهم فرصة حقيقية يبينوا الإمكانيات ديالهم فوق أرضية الميدان. وهبي واضح أنه باغي يبني منتخب تنافسي، منتخب فيه الجاهزية والقتالية والانضباط قبل الاسم والشهرة، وهذه الفكرة هي اللي خلاته يعيط على لاعبين داروا موسم قوي بزاف مع الأندية ديالهم سواء في فرنسا أو ألمانيا أو البرتغال أو حتى في الدوريات الخليجية. المدرب باغي يشوف بعينيه واش هاد اللاعبين قادرين ينسجموا مع فكر المنتخب، واش يقدروا يتحملوا الضغط، واش عندهم الشخصية اللي تخليهم يدافعوا على القميص الوطني في منافسة بحجم كاس العالم. كاين لاعبين بصراحة فرضوا راسهم بالأرقام هذا الموسم، مثلا عمران لوزة اللي دار موسم ممتاز من ناحية المشاركات والمساهمات التهديفية، وكذلك سمير مرابط اللي لعب عدد كبير من المباريات وبين استقرار كبير في المستوى ديالو. حتى بعض اللاعبين اللي ما كانوش معروفين بزاف عند الجمهور المغربي بداو يفرضوا اسمائهم بالاداء والاحصائيات، وهذا الشيء خلى الطاقم التقني يفتح لهم الباب باش يتشافوا عن قرب. ومن بين الامور اللي زادت النقاش هو الخط الدفاعي، بحيث المنتخب عنده شويه ديال التخوف بسبب الاصابات المتكرره لبعض المدافعين خصوصا شادي رياض ونايف اكرد. الجمهور المغربي كامل كيعرف القيمه ديال هاد اللاعبين، ولكن في المنافسات الكبيره خاص المدرب يضمن بان اللاعب اللي غادي يديه يكون حاضر بدنيا 100% وما يكونش معرض للاصابه في كل لحظه. ولهذا السبب شفنا اسماء جديده في اللائحه باش المدرب يوسع الاختيارات ويبقى عنده اكثر من حل في كل مركز. حتى في حراسة المرمى كانت بعض التساؤلات خصوصا مع غياب بونو وبعض الحراس المعروفين، ولكن حسب المعطيات فالطاقم التقني باغي يشوف حراس آخرين ويعطيهم فرصة يدخلوا أجواء المنتخب ويتأقلموا مع المجموعة، لأن كأس العالم خاصها لائحة طويلة ومجموعة كاملة جاهزة لأي طارئ. الماتش الودي ضد منتخب بوروندي غادي يكون مهم بزاف بالنسبة للطاقم التقني، لأنه ماشي فقط مباراة عادية بل اختبار حقيقي للاعبين الجدد. المدرب غادي يشوف شكون قادر ينسجم بسرعة، شكون عنده شخصية فوق التيران، وشكون يقدر يعطي الإضافة ملي كيتزاد الضغط. وحتى الجمهور المغربي كان باغي يشوف هذه المواجهة حيث فيها فرصة للتعرف أكثر على الأسماء الجديدة، ولكن القرار كان أنها تكون غير متلفزة باش الطاقم يخدم براحته بعيد على الضغط الإعلامي والجماهيري. المنتخب المغربي اليوم ما بقاش بحال قبل سنوات، الإنجازات الأخيرة بدلات العقلية والطموح. بعد المسار التاريخي في مونديال قطر مع وليد الركراكي وبعد النتائج الإيجابية في الفئات السنية والأولمبياد، الجمهور المغربي ولا كيآمن بأن المستحيل ما بقاش مستحيل. صحيح المنافسة العالمية صعيبة، ولكن المغرب ولا عنده أسماء كبيرة، مواهب كثيرة وتجربة محترمة على أعلى مستوى. اليوم كاينه وفره كبيره في اللاعبين وهذا الشيء ما كانش موجود من قبل. دابا المدرب كيحتار شكون يخلي وشكون يدي، لان بزاف ديال اللاعبين كيديروا مواسم قويه ويستحقوا الفرصه، وهذه المنافسه الصحيه هي اللي ممكن ترفع مستوى المنتخب اكثر وتخلي كل لاعب يقاتل باش يحافظ على بلاصتو. الأهم في هذه المرحلة كاملة هو أن الاختيارات تكون مبنية على الجاهزية والاستحقاق وما يكون حتى لاعب مضمون بلا أداء. الجماهير المغربية بغات تشوف لاعبين كيقاتلوا على القميص، لاعبين كيضحيوا فوق التيران، لاعبين كيخليوا كل شيء في الميدان من أجل الراية المغربية. وفي الآخر خوتي عطيونا الآراء ديالكم، شنو رأيكم في اللائحة الأولية؟ وشكون من اللاعبين الجدد اللي كتشوفوا قادر يفرض راسه مع المنتخب؟ وهل محمد وهبي فعلا دار خطوة ذكية بهذا المعسكر الموسع ولا كان خاصو يركز فقط على المجموعة الرسمية؟ ما تنسوش تدعموا قناة سمير فوت بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلكم الحلقات الجاية أول بأول.